في ذلك الوقت كان الحديث عن هذه الصفقة وفيها حامل نفسي رهيب بالنسبة للاعب. شوف انا سكرت موبايلي وقتها، اي يعني سكرته وما قريت جرايد ولا شفت اي شيء له علاقه فيني بالفتره هذه. يعني المشكله ان انا ما وقعت، ما رحت هناك، كم قعدت بالكويت لان التوقيع كان شهر 11 اعتقد او بدايه 12 والروحه كانت بدايه 1، يعني شهر قاعد بالكويت انا بهالضجه. فسكر جهازي، ما اقرا جرايد، ما اشوف التلفزيون، اي شيء له علاقه فيني وفي الرياضه، قطعت نفسي عنه نهائيا. يعني من كان يدير الصفقه وعمليه الانتقال؟ الشيخ خالد يوسف كان. ووالدك اللي هو والدي. بس كان بشار بهالوقت ترى على فكره في طياره واحده، يعني النصر والهلال اثنيناتهم جايين، واحد جاي حق ابو حمد الله يمسيه بالخير عبد زكريا، وواحد جاي حق ابو خالد مال الهلال، مال حق المرحوم ابو صباح الشيخ خالد، مال الهلال جاي حق الشيخ خالد، ومال النصر جاي حق ابو حمد. ناداني الشيخ خالد بالنادي واثنيناتهم اجتمعوا بمكان واحد. دخلني غرفه قال لي هذه غرفه فيها الهلال، هذه غرفه فيها النصر، اختار وين تبي تدش؟ شلون؟ ترى صحيح. شلون تاخذ القرار يعني صدق بتال غوث قال لك وقع مع النصر؟ لا ما مع الهلال عفوا. لا لا هني ولا هني، ما يعني ما اثر ولا ما كلمني كلش بهالموضوع. كلمني عقب ما وقعت. فشلون تاخذ مثل القرار؟ يعني انا ما ادري اصلا ان كانت في مفاوضات. انت كنت هلالي ولا نصراوي قبل؟ عاد الصج بالشهر ما كان والله لا هذا ولا سلماوي صراحه. اي لا هلالي ولا نصراوي. ما كنت يعني ما كنت اشجع فريق. فما كنت ادري بالمفاوضات. كنت ادري انه والله ان النصر كلموني طار رشيد كم مره، الهلال ما كلموني يعني شخصيا الا بكاس الخليج اللي نواف بن محمد لما كلم الشيخ خالد. اي بكاس الخليج الكل يكلم الكل، ما ادري من صدق من صدق. فهناك بلشت مع الشيخ خالد وكلموني بالبحرين باللوبي وقلت لهم ان شاء الله، وكل ما راحت 20 واحد يكلمك هناك فتقول لي ان شاء الله، فكملوا وانا ما ادري. وهناك كلمني طاهر رشيد بعدها بكم يوم لما رجعنا الكويت وقلت له هني مفاوضات بديت وهني مفاوضات بديت. فلما يعني قال لي ترى خلصنا اتفقنا على السعر، اتفقنا على كل شيء، اتفقنا على المده، وين تبي؟ قلت له يعني شلون؟ فطولنا قعدنا. كان الشيخ احمد اليوسف موجود، كان والدي موجود، كان صحفيين وايد تحت موجودين. فقعدنا نتناقش نشوف الايجابيات السلبيات كل فريق. فاخر شيء يعني وقعت للهلال بسبب النجوم اللي كانوا فيه. نعم. هل هم سبب نجاح تجربة بشار في الهلال النجوم اللي كانوا فيه؟ اكيد. الجمهور اولا بعدين طبعا والنجوم اللي يعني من اول يوم عاملوني يعني ما حسيت ان انا مثلا لاعب محترف او شيء. علاقتي فيهم للحين يعني اتكلم عن 15 سنه ولا الان علاقتي معاهم مكالمات ومسجات. وادمنت الشاي هناك يقولون. ايش قصه الشاي؟ كنت ما تشرب شاي بشار؟ لا هناك بس هناك عندهم شيء يعني لما يصير معسكر مباريات مثلا او لما تروح بيت واحد مقرر الشاي مو استكانه، لا، قلاص الكبير وياهم.